حبة حجار على الرقعة خلينا نغرق فيهم سوا. طيب، ناس كتير أول ما قررت تتعلم شطرنج بتروح دايركت على حركة القطع وتنسى الرقعة نفسها، يروح يتعلم حركة القطع وبعدين يروح يفتح اليوتيوب، كش مات في واحد، كش مات في اتنين، كيف تسحق الخصم، أحلى افتتاح، أقوى افتتاح، الدفاع، الهجوم، وفي الآخر ما بيعملش حاجة. شكله زي واحد داخل المطبخ ماسك سكينة وقبل ما عارف هو فين البوتاجاز أصلا. طيب، الشطرنج هو لعبة بتلعب بين اتنين لعيبة، واحد بيمثل القطع البيضاء والتاني بيمثل القطع السوداء. دايما لازم في الأول الأبيض اللي بيبدأ دايما والأسود بيرد عليه، والغرض هو إعطاء كش مات لملك الخصم. طيب، أنا هتكلم على الرقعة مش هتكلم عن القطع، بس عامة دي الرصة الصح. أنت معاك 8 بيادق، والرصيل الشخص اللي بيرسلك الأفكار يعني معاه 8 بيادق. يكون معاك قلعتين وكذلك الرصيل، يكون معاك حصانين كذلك الرصيل، يكون معاك فيلين كذلك الرصيل. ده اسمه الملك وده اهم عنصر في اللعبة. والملك الابيض لازم يكون على مربع لونه اسود عكس لونه، والملك الاسود بيكون على مربع ابيض عكس لونه، والوزراء بيبقوا على مربعات من نفس لونهم. ده اسمه الوزير الابيض على مربع ابيض، والوزير الاسود على مربع اسود، والملك الابيض على مربع اسود، والملك الاسود على مربع الملك الاسود على مربع ابيض، وهم مقابلين بعض على نفس العمود. واسفل الرقعه من ناحيه اليمين لازم يكون في مربع ابيض، دي الرصه الصح للبورد. طيب، خلينا نتكلم عن الرقعه. الرقعه هي فيها 64 مربع مقسومين 8 في 8، الوانهم فاتح وغامق او ابيض واسود، عامل زي بلاط اوضتك وانت صغير. الموضوع شكله بسيط بس الحقيقه الرقعه فيها طبقات كتير، وكل طبقه بتهم قطعه معينه وحركه قطع معينه، وكل طبقه من الطبقات دي لها دور لما بتبدا بقى انك تخطط وكده. اول طبعا بص عليها المربعات نفسها، كل مربع يا ابيض يا اسود او غامق وفاتح. الالوان ممكن تختلف من رقعه للتانيه، ممكن تلاقي بني وكريمي مثلا. طيب، بس عشان نفهم قيمه كل مربع لازم نبص على الرقعه من نواحي تانيه. الطبقه اللي بعد المربعات هي الخطوط، ودي المربعات يعني مثلا لو بصينا على خط من الخطوط زي المربعات اللي ماشيه ورا بعض كده بالطول دي، ده اسمه عمود او بالانجليزيه فايل. الخطوط اللي ماشيه من وشك لوش الخصم دي اسمها عواميد او فايلز، ودي احنا بنديها من الشمال كده حروف زي حرف الاي، بالتالي ده اسمه عمود البي، عمود السي، عمود الدي، عمود الاي، عمود الاف، عمود الجي، وعمود الاتش. اما الخطوط اللي ماشيه بالعرض فاحنا بنسميها صفوف، والعد دايما بيكون من ناحيه لاب الابيض، فده اسمه الصف الاول، ده اسمه الصف الثاني، ده اسمه الصف الثالث. ناحيه الاسود ده الصف الثامن، الصف السابع، الصف السادس، وهكذا. وبعدين في حاجه بتلخبط شويه، اوقات بتسمي الصفوف حسب وجهه نظر اللاعب نفسه. يعني مثلا الصف الثالث عند الابيض هو السادس من ناحيه الاسود. تسالني تقول لي ليه، اقول لك هي الحياه كده غير عادله، بس ده عامه اسمه الصف الثالث كده كده. انا عارف ان انا لخبطتك بس مش مشكله. نظام الاعمده والصفوف ده بيساعدنا نحدد كل مربع على الرقعه زي كاننا بنستخدم خريطه. يعني مثلا اما اقول لك سي 4، يعني ايه سي 4؟ طيب، احنا اتفقنا ان ده اسمه عمود الاي، وده اسمه عمود البي، وده اسمه عمود السي. فسي اكيد سي 4 ده واقع على عمود السي، واتفقنا ان ده الصف الاول، الصف الثاني، الصف الثالث، الصف الرابع. يبقى اذا السي 4 هو المربع ده. ده اسمه الترقيم الجبري، وده بيساعدنا في قرايه ادوار الشطرنج او تسجيل الدور اللي احنا بنلعبه. فلما قلنا سي 4 عرفنا ان ده سي 4 ليه؟ لان هو على عمود السي وعلى الصف الرابع، فده اسمه سي 4. لو قلت اف 4، فين الاف 4؟ اهو اف 4 ليه؟ على عمود الاف على الصف الرابع. بالتالي ده ايه بقى؟ ده اف 5، اف 6، اف 7، اف 8 الى اخره. ده حاجه مهمه جدا جدا لازم تكون انت عارفها. طيب، خلينا نخش على حاجه تانية من الحاجات يعني من الخطوط، وهي الاوتار. الاوتار هي بتبقى يعني مربعات على صف مايل كده زي ده اسمه وتر، وده كمان اسمه وتر. الوتر كمان ليه اسم، يعني ده عرفنا ان الصفوف ليها ارقام زي الصف الاول،
والعواميد ليها اسماء زي عمود الاي زي عمود الاي. الوتر كمان بيكون ليه اسم، يعني لما اقول لك A1 H8 يبقى A1 H8 ده وتر من الاوتار. لما اقول H1 A8 ده ال H1 A8. طيب لما اقول لك مثلا B1 H7 فده وتر. دي حاجات مهمة جدا، الحاجات دي بتساعدنا جدا جدا في فهم الرقعة دي بتبقى ماشية ازاي. خليني مثلا امسك مربع زي الاي 2 ده. معرفة الحاجات دي بتساعدني في ايه؟ اوقات اللعبة كلها بتتحول لحرب على عمود واحد او وتر واحد او صف الى اخره، ولان كمان كل قطعة بتمشي على خطوط معينة وانت شغلتك تفتح خطوط او تقفل خطوط او تسيطر على خط معين حسب القطع اللي عندك، فلازم تبقى فاهم جغرافيا الرقعة ماشية ازاي عشان تعرف تشتغل. مربع زي الاي 2 ده واقف فين؟ ده على الصف التاني، وواقع على الوتر D1 H5 وكذلك F1 A6. فحاجات زي دي لازم بتفهمك ازاي تعرف تقرا البوردة بنظرك. نيجي لمنظور تاني من المنظورات المهمة وهي المناطق بتاعة القطع نفسها. الصف التاني هنا كله بيادق الأبيض، صح كده؟ الصف السابعة للبيادق بتاعة اللعب الأسود، واتفقنا ده اسمه الصف الثامن وده اسمه الصف الأول لأننا بنعد دايما من عند اللعب الأبيض. وعرفنا بقى هي الدنيا ماشية ازاي، عرفنا أسماء القطع دلوقتي بس ما اتكلمناش عن حركاتها. في حاجة مهمة برضو لازم تبقى عارفها، إن العواميد دي A B C D ده احنا بنسميه جناح الوزير، بالإنجليزية هو كوين، يعني ده اسمه روك بالإنجليزي، بالعربي اسمه طابية أو قلعة أو روك. ده اسمه حصان بالإنجليزي اسمه نايت، ده اسمه فيل بالإنجليزي اسمه بيشوب، ده اسمه وزير بالإنجليزي اسمه كوين، ده اسمه ملك بالإنجليزي اسمه كينج، ودول اسمهم بونز أو بيادق بالعربي. عرفنا ان العواميد دي الاربعه دول بنسميه جناح الوزير، بالتالي دول بنسميهم جناح الملك. معسكر الابيض او منطقه الابيض هو الاربع صفوف دول، ومعسكر الاسود هو الاربع صفوف دول. لازم تبقى عارف معسكر الخصم عشان بيبقى كويس جدا لما تعرف تسيطر على مربع في معسكر الخصم بتاعك، ده بيديك افضليه طبعا. دول بيعتبروا الاراضي بتاع كل لعيب، كل ما اللعبه بتكمل انت بتحاول تتوغل اكتر في ارض خصمك. يعني دي مثلا معسكر اللاعب الاسود، لو توغلت في المعسكر ده انا بالقطع بتاعتي بقدر اكسب عليه موقف قوي. يجي المنظور تاني هو منظور المساحه. انا طبعا ما اتكلمتش عن حركات القطع بس يعني هنتكلم عنها فيما بعد. هنا بنبص على القطعه نفسها وقد ايه تقدر تتحرك من مكانها الحالي. الفيل ده واقف على مربع الاتش 6، بيقدر يروح كام مربع؟ 1 2 3 4 5 6 7 اخره 7، دي مساحته. بس الفيل الابيض اللي على مربعات بيضة ده يقدر يروح كام مربع؟ يقدر يروح 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. بالتالي الفيل ده واخد مساحة أكتر، كل ما قطعك تاخد مساحة أكتر من مساحة الخصم ده بيبقى في مصلحتك، فده منظور مهم. مثال تاني، في حصان على الاتش 1 هنا. أنا عارف إن ما اتكلمتش عن حركة الحصان بس أيا يكن، الحصان ده ملوش غير مربعين بس يقدر يسيطر عليهم. بص بقى الحصان ده اللي في السنتر ده يقدر يجي كام مربع؟ ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 و5 6 7 8، واخد 8 مربعات. بينما الاخ ده ليه 1 2 3 4 مسيطر على 4 بس. فهنعرف هنا ان لما قطعنا بتبقى في السنتر وبتسيطر على مربعات اكتر، ده منظور مهم جدا لازم ابقى انا فاهمه. كل ما كانت القطعة في مكان مفتوح كل ما بيبقى عندها مساحة لعب أكتر وده بيزود قيمتها. لو قطعة بتتحكم في مربع فيه قطعة عدو فهي بتهاجمها حتى لو لسه ما اتحركتش.
السيطرة على السنتر من العوامل المهمة جدا جدا لازم تبقى فاهمها. في منظور تاني هي المربعات دي اسمها مربعات السنتر، اللي هو دي 4 دي 5 دي 4 دي 5، دول اسمهم مربعات السنتر، لازم تكون عارفهم كويس قوي. دول قلب الرقعة ودول اللي بيسيطر عليهم غالبا بيسيطر على الجيم بورد. حواليهم فيك مربعات كمان، ده اسمه السنتر الكبير. يعني مش بس الاربع مربعات دول مهمين، لا كل اللي حوالين المربعات دي مهم. السنتر بيدي قوه للقطع اللي بيقف فيهم، قوه للقطع اللي بتقف فيهم، زي ما شفنا في مثال الفيل مثلا. اي قطعه لها تاثير على النص غالبا بتلعب دور مهم. اي قطعه في الجانب زي ما شفنا الحصان كده ما بيبقاش حاجه كويسه ليه. دول اهم عواميد في البورد، دول مهمين جدا. ده عواميد سنتر، عمود الاي اللي عليه الملوك وعمود الدي اللي عليه الوزراء. دي الغنيمه، اللي يقدر يمسكه بدري يقدر يلعب الجيم بشروطه هو. بعد كده نتكلم عن حاجة تانية وهي العواميد، أنواع العواميد. في حاجة اسمها عمود مفتوح، وده عمود مفيهوش ولا بدأ، طريقه فاضي، زي عمود الإيد. ده عمود مفتوح سالك أهو، الدنيا سالكة معاك. وعمود مقفول فيه بيادق من لونين زحمة مرور، زي العمود اللي أنا علمه بالأزرق ده. ده اسمه إيه بقى؟ اسمه عمود الدي. ده عمود مقفول، ده عليه بيادق من اللونين، من الأبيض والأسود. في عمود نص مفتوح، ده بيبقى فيه بدأ واحد بس، يا أبيض يا أسود. زي إيه مثلا؟ زي العمود بي ده عمود نص مفتوح. ليه؟ في بدأ واحد بس من لون واحد، يعني في بدأ من لون واحد، في بدأ من اللون الاسود، وده هيبقى حلو قوي للابيض لو عرف يجيب طابيه هنا هتفتله. قطع تقيلة زي الرخ والوزير فيما بعد هنعرف تمشي ازاي. بتحب العواميد دي قوي عشان تمشي براحتها وتعمل ضغط على الخصم. منظور مهم برضو، كل الحاجات دي لها علاقة بالمساحة يعني. مع تطور الجيم البيادق بتتحرك، بتبدأ تشكل شكل الرقعة نفسه. فوضع مفتوح لما البيادق بتتبدل. يعني ايه بقى بوزيشن مفتوح؟ يعني لما البيادق بتتبدل او لسه مرنه وممكن تتحرك. وده مقفول لما البيادق تزاحمت واتقفلت في وش بعض ومبقاش حد عارف يعدي. مثال زي ده، نص الرقعه دي عواميد مفتوحه اهو، مفيش بيادق بتسد الاعمده او الاوتار. بس جناح الملك ده جناح مقفول، بيادق قافله على بعضها وملهاش اي حركات. حاجات مهمه برضو لازم تكون على علم بيها من منظور المساحه وتاثير القطع على المساحه. اخر جزء في منظور المساحه هو القطع بتاثر على الرقعه ازاي. يعني كل قطعه بتسيطر على مربعات بتقدر تتحرك ليها، وبتحجز مربعات بتمنع قطع الخصم توصل ليها. تدخل في صراعات على مربعات ما هي وقطع تانية يقدروا يوصلوا لنفس المربع. مثال الفيل الابيض على الاف 3 مثلا، بيقدر يتحرك لمربعات معينه اللي احنا معلمينها بالاخضر. الطابيه بتاعت الاسود او القلعه دي تقدر تتحرك لمربعات معينه اللي احنا معلمينها بالازرق. الاثنين يقدروا يوصلوا لمربعات مشتركه زي ايه؟ زي السي 6 مثلا اللي هنعلمها بالاحمر، يقدروا يوصلوا كذلك لهذا المربع. صح؟ مربعات مشتركه الاثنين يقدروا يوصلوا له. هنا في توتر او معركه على مين هيقدر يسيطر على المكان ده. الخلاصه القطع مش بس بتتحرك، قطع بتوسع نفوذها وبتحجز مساحه وبتتخانق على مربعات، وكل ده بيغير نظرتنا للبورد من مربعات ساكته لساحه معركه. فلازم ابقى عارف يعني ايه وتر، يعني ايه صف، يعني ايه عمود، يعني ايه. الحاجات دي بتساعدني لما اجي انا احرك القطعه بتاعتي، ما بحركش والسلام. انا عارف ان انا اجيب الفيل على الوتر ده عشان المربع ده مهم بالنسبه لي الى اخره. خلاصه الكلام لما تفهم ازاي الرقعه والقطع بيتفاعلوا مع بعض هتكتشف ان مش كل مربع زي التاني. في مربعات بتبقى اهم من غيرها حسب مكانها، حسب مين واقف عليها، حسب مين بيهددها او مين بيحميها. الرقعه مش مجرد 64 مربع ابيض واسود، لا دي طبقات وكل طبقه بتوريك منظور مختلف. مربعات نفسها ابيض واسود وكل واحد ليه شخصيه. الخطوط صفوف عمود وتر قطعه بتمشي عليها. المناطق جناح الملك جناح الوزير اراضي الابيض اراضي الاسود او معسكر الابيض والاسود. المساحه مين ماسك الرقعه، مين مقفول، مين بيتخانق على ايه. الخلاصه الحقيقيه الرقعه مش بريئه خالص، معقده جدا جدا اكتر ما شكلها بيقول. كل نقله بتتحسب حسب المكان، حسب القطعة والخطة. خلاصة الخلاصة أول ما تبص على الرقعة ممكن تفتكر إنها بسيطة، بس الحقيقة هي مش بسيطة أوي. الرقعة فيها الطبقات اللي إحنا قلنا عليها، وكل طبقة بتفتح لك منظور جديد مستقبلا.
مربعات ليها معنى. هتعرف ده لما تتعمق اكتر. المساحه مهمه جدا. فهمك يعني ايه عمود السنتر ده مهم. يعني ايه المربعات اللي القطع بتسيطر عليها. مش مربع عشوائي، كل شبر في البورد ليه روح، ليه لازمه. يعني كل مربع ليه لازمه. الرؤى مش مجرد شكل، دي خريطه نفسيه عسكريه سينمائيه. اللي بيعرف يقراها بيفهمها هيعرف يعني يبدا يلعب شطرنج صح. هيبقى عارف قيمه القطعه بتتحرك ازاي وبتمشي ازاي. نمسك بقى تطبيق عملي على الرغي اللي احنا عاملين نرغيه ده. بالنسبه للمربع اللي هو على البي 7 ده واقع على عمود البي على الصف السابع. الوتر H1A8 والوتر A6C8 موجود في منطقة الأسود ناحية جناح الوزير، وملوش مساحة لأنه مش قطعة، فملهاش مساحة تتحرك فيها. هو مربع. طيب بالنسبة للفيل الأبيض، الفيل الأبيض واقف على مربع ال F4. إيه تاني ممكن يعني نفهمه من الموقف؟ دي نطاق سيطرة المربعات بتاعته. ما يقدرش يجي هنا أو هنا نظرا لأن البدأ ده بدأ صديق ومنعه من الحركة. موجود في منطقة اللاعب الأبيض لأنه هنا الصف الرابع ناحية جناح الملك. عرفنا كم مربع بيسيطر عليه. 1 2 3 4 5 6 7 8. طيب الفيل ده كمان بيعمل ايه؟ الفيل ده بيسيطر على 6 مربعات في أرض الخصم. ناحية الوزير بيسيطر على المربع ده اللي هو دي 6 وسي 7 وبي 8. ناحية الملك بيسيطر على الاي 5 مربع سنتر كمان، والجي 5 والاتش 6 دول في جناح الملك. الخلاصة لما تبص على قطعة أو مربع فكر كده هو على أنهي خط في أي منطقة بيسيطر على إيه، متكتف ولا حر، مساحته قد إيه. عشان هتوصل لمرحلة متقدمة زي إن أنا عايز أبدل بقى القطع وأعمل تكسير، فهبقى فاهم أنا بكسر إزاي، مش بضرب وخلاص. بيهدد مين؟ بيتحمي من مين؟ الشطرنج هي مش لعبة حركة، دي لعبة رؤية. كل مربع ليه قيمة وكل قطعة عليها قصة، واللي بيشوف الطبقات دي بيقدر يفهم الدور كويس. خلينا نخش على التمارين بقى. هيكتب اسم المربعات او الخطوط اللي متعلمه بدايره خضراء وزرقاء. الدايره الزرقاء دي اسمه مربع دي 5. خلاص عرفنا على عمود الدي على الصف الخامس. طب ده اسمه ايه؟ تمرين رقم 2 اسم الاوتار واسماء المربعات اللي عليهم. هو انا شايف وتر واحد اللي هو ده، يبقى الوتر ده اسمه H3 C8 والمربعات اللي عليه H3 و G4 F5 E6 D7 C7. ده عمود البي والمربعات اللي عليه B1 B2 B3 لحد ما اوصل ل BA. تمرين رقم 3 الوتر اللي عندك تقدر تسميه، يعني الوتر ده اسمه ايه، والصف ده هو الصف الكام. تمرين رقم 4 لكل مربع ملون احنا هنكتب بقى الحاجات دي. هنكتب الخطوط اللي موجودة عليها زي العمود والصف والوتر، المنطقة والمساحة اللي موجود فيها. نيجي للمربع الأخضر. المربع ده اسمه مربع البي 3 وقع على العمود بي في الصف الثالث في جناح الوزير. الأقطار اللي واقع عليها هو القطر D1 A4 والوتر اللي هو A2 G8. طيب تعرف انت تطلع تفاصيل زي دي من المربع اللي هو F7؟ نيجي للتمرين رقم 5. الأخضر هو المربع G2 واقع على العمود G على الصف الثاني من جهة لاعب الأبيض. الصف السابع من جهة الأسود واقع على الوتر اللي هو F1 H3 و H1 A8 وفي جناح الملك. طب تعرف تخرج انت التفاصيل الخاصة بالمربع الأزرق ده على D5؟ هنا كمان خلينا نمسك المربع المتلون بالأزرق اسمه المربع E6 واقع على العمود E.
على الصف السادس في معسكر اللاعب الأسود، واقع على الوتر A2G8، وواقع كمان على الوتر H3C8 في أرض الأسود في معسكر الأسود. عمود مركزي. كل قطعة نكتب المعلومات دي. الألوان دي بتوضح المربعات اللي القطعة تقدر تتحرك ليها. المربع احنا هنحتاج اسم المربع اللي القطعة واقفة عليه. هنحتاج كمان المنطقة اللي موجودة فيها، مثلا نص جناح الملك، جناح الوزير، أرض الأبيض أو الأسود أو معسكر الأبيض أو الأسود، والمساحة اللي القطعة بتتحكم فيها. الرخ دي واقفة على مربع اللي هو G2 على العمود G، الصف الثاني من جهة الأبيض، الصف السابع من جهة الأسود. وقع على الوتر اللي هو F1 مثلا H3، وكمان على الوتر H1 على الوتر H1A8. بتسيطر على عمود الجي. مسيطرة على كم مربع في معسكر الأسود. احنا اتفقنا المعسكر الأسود اللي علمه بالأزرق ده 1 2 3 4 لحد الصف الخامس، فهي واخدة كم مربع من معسكر الأسود؟ 1 2 3 4. مسيطرة على 4 مربعات في معسكر الأسود في جناح الملك الأسود. وكم مربع في معسكر الأبيض؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وقف الصورة لمدة دقيقة وفكر بنفس الطريقة اللي فكرنا فيها في مثال الرخ. وقف الصورة لمدة دقيقة وفكر بنفس الطريقة اللي فكرنا بيها في مثال الرخ.